بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير صحة. كل سنة وانتم طيبين. احنا بنصور النهاردة عند الطيور بتاعتنا، وعايزة اوريكم حاجة كده معايا. عايزة اوريكم حاجة كده عشان تفتح نفس طيورنا. بصوا يا حبايبي، الكرات ده كرات اهو على العلفة دي، يفتح نفس الطيور خالص وخلوهم ياكلوا بشهية. بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. تعالوا بقى نبص مع بعض كده، شوفوا طيورنا باضت ولا لا. ما عندناش فراخ كتير، بس يعني ايه الحمد لله البيض اللي بيجي يوميا يعني ايه بيكفينا يعني لبيتنا. هنشوف مع بعض كده. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله ما شاء الله، اللهم بارك. بسم الله. حلوة، حتى لو بيضتين مش مشكلة ولا 3، لكن الحمد لله. الحمد لله ما شاء الله برضو يعني ايه. بسم الله الرحمن الرحيم. ما شاء الله اللهم بارك. ده في بطة النهارده كمان اهوت. طيب بسم الله ما شاء الله. النهارده يعني 6 ادي 2 4 6 7 بيضات. حلو مش وحش، حلو قوي يعني، رضا من عند ربنا الحمد لله. ده كمان ما شاء الله يعني ايه، في بيضة بطة النهارده اهي، يعني في بشاير خير ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. يعني في كده بطة باضت الحمد لله. يعني في عندنا برضو ايه خير جديد ان شاء الله جاي. احنا اللهم بارك يعني ايه، احنا راضيين بالرزق اللي بيجي لنا كل يوم. اللهم بارك، اللهم لك الحمد. احنا ما عندناش برضو عدد فراخ كتير، يعني النهارده مثلا 7 بيضات، ممكن يوم 7 يوم 8 يوم 6 يوم 4. الحمد لله يعني. احنا طبعا يمكن انتوا شايفين معايا الفراخ مش كتير، بس الحمد لله ربنا مرضينا، واللي بيجي احنا راضيين بيه والحمد لله. يعني ال7 بيضات دول يا حبايبي مثلا بالنسبه للاسعار اليومين دول، يعني لو حسبناهم كده دلوقتي عندنا في مصر هنا ال3 بيضات ب10. ده كمان في السوبر ماركت ممكن تبقى ب5. يعني احنا كده النهارده يعني في مثلا ب20 جنيه 25 جنيه بيض. حلو قوي، رضا من عند ربنا، احمد الله. وادينا برضو يعني ايه ما بنشتريش بيض من بره، يكفينا اللي احنا بناخد من عندنا كده، ما بنشتريش من بره بيض. وماشيين حالنا الحمد لله بالحاجات البسيطه ديت، بشويه الطيور البساط دولت برضو. يعني غنيين عن احنا نشتري بيض من بره ولا حاجه. كنت عايزه اقول لكم برضو بالنسبه لعلف مفيد جدا جدا، انا بستعمله دايما للحمام بصراحه في منتهى الجمال. جربت حاجات كتيره جدا للحمام، وبصراحه لقيت ان العلف ده يعني افيد حاجه، وبيكبر حجم الزغاليل، وفي نفس الوقت مفيد جدا جدا، وفيه نسبه كالسيوم عاليه ونسبه حديد وكده. العلف ده رخيص جدا مش غالي، يعني الكيلو بتاعه ب12 جنيه، يعتبر ارخص انواع العلف. لان انتوا عارفين طبعا الذره الكيلو بكام دلوقتي، الدشيشه والعلف البادي والنامي برضو عارفين اسعاره، يعني عندنا 30 جنيه في اعلى.
فطبعا الكيلو بتاعه القمح اللي هي حبوب القمح اللي هي الغله، احنا في مصر بنقول عليها غله، اللي هي حبوب القمح. الكيلو بتاعها ب 12 جنيه. فده يعتبر طبعا بالنسبه للاسعار ارخص بكتير جدا جدا من اي علف تاني. عايزه اقول لكم عن تجربه انا يمكن اساسيه بالنسبه للحمام دلوقتي. ابقى اعمل لكم فيديو ان شاء الله واوريكم حجم الزغاليل اللي عندي. بسم الله ما شاء الله على الحبوب الغله ديت. اللهم بارك، يعني الزغاليل حجمها حلو جدا جدا، حتى وهي لسه يعني لحم تعتبر بيبقى باين قد ايه هي. اللهم بارك حجمها كبير. ده لان الحبوب القمح يا حبايبي احسن من اي حاجه، يا اما حبوب القمح يا اما العلف. وطبعا العلف طبعا غالي جدا علينا، احنا مش هنقدر نشتريه بصراحه. يعني في ناس بتاكل علف صافي للحمام بيزود حجم الزغاليل وكل حاجه، بس انا شايفه ايه البديل بتاعه؟ الحبوب القمح اللي هي الغله. شايفه بديل للعلف بالنسبه للحمام حبوب القمح، والكيلو بتاعها ب 12 جنيه، يعني اقل من نص بالنسبه للعلف. حبيت اقول لكم المعلومه ديت بالنسبه للحمام. وطبعا حلوه للفراخ الغله، بس انا بصراحه انا يعني الفراخ برضو كمية بتاكل رده يعني مع الاكل وكده وعيش، فمستغنيه عن حبوب القمح بالنسبه للفراخ. قليل حطيت لهم بصراحه. بحط الحبوب القمح ديت للحمام اكتر حاجه، لان الحمام بالنسبه لي يعني حاجه منتجه بصراحه، يعني جميله ومهمه. يعني جوز الحمام دلوقتي الحلو وصل 100 جنيه عندنا هنا وزياده، والضعيف ب 70 جنيه و75 جنيه 80 جنيه. فانا بصراحه مهتميه بالحمام في الاكل اكتر شويه، لان الحمام مربح بصراحه. يعني حتى لو مثلا جوزين 3 4 طلعوا كل شهر حلوين قوي، يعني حلوين بالنسبه لي، حلوين الحمد لله بيكفوا. كنت عايزه اقول لكم المعلومه دي بس النهارده بالنسبه لحبوب القمح وكده. وبرضو بالنسبه لفتح الشهيه بالنسبه لطيورنا برضو، عشان ما يملوش كل يوم مثلا رده على عيش على تشيشه، على قصدي عيش على رده على سرسه. فانا مثلا كرات بتاعنا ده الاخضر الجميل، اي نوع خضره مش شرط كرات، يعني لو حتى شويه جرجير متقطعين، حد بقى عنده برسيم، اي حاجه خضره تتقلب على العلف بتفتح نفس الطيره وايه، وبتخليها تاكل بشهيه يعني وكده. طبعا عندنا طبعا اللهم صل على محمد، وقشر البطيخ والحاجات دي احنا في الصيف طبعا وكده. الفراخ بتحبها، والبط برضو كده، برضو حاجات خضراء وتفتح الشهية، ومرطبات تعتبر برضو حاجات كويسة للطيور بتاعتنا، وبتساعد برضو في ايه، في التغذية شوية، بتساعد معانا في الاكل شوية بصراحة يعني. ما تنسوش صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. وان شاء الله المرة الجاية هعمل لكم فيديو للحمام، واوريكم الحمام بتاعي والزغاليل برضو باديه، يعني ايه يعني ازاي كلامي صحيح في ان الحبوب الغله. هوريكم حجم الزغاليل حتى وهي صغيره وشكلها عامل ازاي وحجمها عامل ازاي، عشان تتاكدوا من كلامي. ونشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.